السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا وحشتونا جدا. انتهت من شوية مباراة الاهلي وشبيبة القبائل برباعية بخماسية. هي رباعية وخماسية. برباعية عشان 4 أهداف سجلناهم، والهدف الخامس برضو احنا اللي سجلناه. شناوي ارحمنا عشان صحتنا تعبانة يا عم، ارحمنا. الناس لو الشناوي ماسك علينا زله في النادي الاهلي، الناس بس تعرفنا. يعني عرفونا، قولوا لنا يا جماعه الشناوي ماسك عليكم زله، احنا مش هنقدر نطلع الشناوي الملعب الا لو مصاب. الحمد لله على السلامه يا مان. الحمد لله على السلامه ان احنا شفنا حمزه عبد الكريم. هو اشرف داري احنا مش ناويين نشوفه؟ يعني اشرف داري ده هيفضل طول حياته كده هو والباك الشمال اللي احنا جايبينه محمد شكري، يا اما تعبان يا اما تعبان يا اما تعبان يا اما مصاب. الناس اللي سكان المستشفيات ما بتخرجش من عندنا دي. برغم فوزنا النهارده 4-1 بنتيجه كبيره في المباراه الافتتاحيه لدوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا، الا ان في علامات استفهام كتير جدا. العامل البدني، الكابتن الكبير محمد الشناوي، والاستاذ الكبير ياسين مرعي. ما حد فاهم ياسين مرعي ان هو مش بيكهام. حد فاهم ياسين مرعي ان هو مش محمد عبد المنعم مثلا. حد يفهمه ان هو مش بنوتشي مثلا. حد يعقل ياسين مرعي يقول له يا عم العب على قد امكانياتك، العب يا عم كره سهله، سهل يا عم الدنيا، احنا مش عارفين نطلع بكلين شيت 3 4 ماتشات ورا بعض. ما تصحصحوا يا جدعان، راجل مدرب شغال، صحصحوا معانا شويه. صحصحوا معانا شويه. الهدف الاولاني استاذ تريزيجيه 15 ار 2، 15 مليون فرصه ضايعه و13000 ار 2، وربنا كرمنا وسجل الاولاني. بعد كده محمد شريف اللي ضيع 3 مليون فرصه برضه، ربنا كرمنا وسجل التاني. نسكت على كده بقى نرتاح؟ لا يا صبري، يقول لك ازاي نفضل كده عادي ومرتاحين ومبسوطين؟ لا، خد تاكلينج على الفاضي. الاستاذ التاني عامل لي كده، خبطت في رجله، دخلت ويبص للشناوي والشناوي يبص له. يا فرحتي بيكم انتوا الاثنين. انا اصلا بدا بقى عندي ازمه نفسيه من ثنائيه ياسر والشناوي لما بيبصوا لبعض. الرجاله تسكت على كده ويسيبونا متوترين. بعد ما توترنا التوتر ده كله ربنا يكرمهم النهارده وما هنش عليهم ويسيبونا متوترين. الاستاذ الكبير اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل على سيدنا محمد. تريزيجيه برضه حط الار2 الثانيه، وده حاجه غريبه، يعني 2 ار2 بينفعوا في ماتش واحد. واخيرا وليس اخيرا امام عاشور، يعني الحمد لله على السلامه يا امه، حط الهدف الرابع، تطلع النتيجه 4-1 لصالح النادي الاهلي. وشفنا طبعا امام عاشور، وشفنا بن رمضان، وشفنا حمزه عبد الكريم، وشفنا مصطفى شبوري، ودي كانت تبديلات النادي الاهلي. في شغل كتير في الفرقه، في شغل الراجل باين، الراجل في شغل الفرقه، الراجل شغال عليه. بس لعيبتنا عندها مشكله في التركيز، في مشكله في التركيز. ركزوا احنا هنلعب ماتش الاسماعيلي يوم الاثنين ان شاء الله، وهنعمل فيديو تفصيلي عن وضعنا ووضع الاسماعيلي والحاجات كلها دي ان شاء الله، فيديو قبل يوم الاثنين ان شاء الله. وهنلعب يوم الجمعه الجايه ان شاء الله تاني الجوله الثانيه من دوري ابطال افريقيا. بس لازم في الفتره الزمنيه دي الراجل المدرب يتكلم مع ياسين مرعي، ويتكلم مع مصطفى شوبير انه يعني يديله دعم ويدعمه كده، ويتكلم مع ياسين مرعي انه يا عم بالراحه شويه يا عم ياسين، ويتكلم مع الشناوي انك عادي تقعد دكه وبلاش الاخطاء الساذجه الكبيره دي جدا. لان الشناوي النهارده الكره بتاعت الهدف والكره الثانيه اللي هو طالع لها، انا مش عارف هو بيعمل ايه. يعني انا مش فاهم الشناوي كان في دماغه ايه او بيتهيأ له ايه اللي بيحصل ده. احنا مش عايزين نقطع في الفرق، احنا فايزين 4، بس احنا مش مطمنين اللي بيحصل. خط دفاعنا مش مطمنين له. احنا الوضع العام بتاع المدافعين بتوعنا اللي ورا، انا والله العظيم حرام عليا يكون النادي الاهلي وبلعب بباكين هجوميا صفر. كوكا وقلنا عشان نص ملعب. يا جماعه مش النادي الاهلي اللي لعب من غير باك شمال. يا جماعه مش النادي الاهلي اللي اعتمد على عرضيات محمد هاني والله. الكلام ده هيضرنا فيما بعد في الادوار الاقصائيه في دوري ابطال افريقيا وفي الخطوات الاخيره في الدوري. ده كانوا كلمتين كده بسرعه عن المباراه النهارده، والف الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره. ادعمونا بلايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. سلام.